الحملة الفرنسية على مصر عام 1798 ميلاديا. طالب تالتة إعدادي وبيدور على شرح الدرس ده، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثالث الإعدادي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهارده مع درس وشرح درس جديد، ألا وهو الحملة الفرنسية على مصر عام كام؟ 1798 ميلاديا. وده الدرس الثاني في التاريخ، لأن احنا أخذنا في الدرس الأول في التاريخ مصر بين المماليك والعثمانيين، وأخذنا في أحوال الدول اللي موجودة زي الدولة الصفوية، زي الدولة العثمانية، زي الدولة المملوكية، وإزاي إن كان في تخبط في الدولة المملوكية أدت إلى دخول مين؟ أدت إلى دخول العثمانيين مصر. النهارده هنتكلم عن الحملة الفرنسية. تمام؟ يلا بسم الله نسمي الله كده ونبدأ. يلا بينا بسم الله. رقم واحد اللي تعرفه عن الحملة الفرنسية أولا إن بعد في منتصف القرن ال 17 كده ولا حاجه كان الدوله العثمانيه بدات تضعف، وده اللي اخذناه ان في منتصف القرن ال 17 بدات الدوله العثمانيه تضعف. تمام؟ وده ادى ان في بعض الدول بقى زي انجلترا وزي فرنسا بداوا يحطوا عينهم على مصر، شايفين مصر بقى موقعها المتميز، بتشرف على بحرين وعندها مضيق وعندها ممر مائي ومسيطره على طرق التجاره العالميه وموقعها ممتاز. فقال لك اخدها انا ده حته حلوه من التورته، قلب التورتايه دي. تمام؟ فبعض الدول حطوا عينهم على مصر وركزوا معاها، منهم انجلترا ومنهم فرنسا. بعدين كان في مشاكل بين فرنسا وبين انجلترا على مستعمراتهم في الشرق، في الهند. كان في الهند مستعمرات بين مستعمرات فرنسيه ومستعمرات انجليزيه بتاعت بريطانيا، ففضلوا يخشوا مع بعض في صراعات وحروب وبتاع لحد ما في الاخر اللي اخذ المستعمرات اللي في الشرق دي بريطانيا، انجلترا يعني. وفرنسا طلعت طلعت من الشرق بلا حمص. قال لك لا بقى، انا بدون نفكر، قال لك لا ما ينفعش الكلام ده، انا انا لازم اخد مصر، لازم اخد مصر موقعها كويس ونعوض برضو الحاجات دي. طيب يلا بينا نبدا بسم الله. هنتكلم رقم واحد عن اسباب الحمله. اسباب الحمله قال لك والله تعويض فرنسا عن فقدان مستعمراتها في الشرق. اتكلمنا ان فرنسا فقدت مستعمراتها اللي موجوده في الشرق عن عن يد مين او طريق مين؟ بريطانيا. بريطانيا هزمت فرنسا هناك واخذت المستعمرات بتاعتها. مستعمرات منطقه كده كانت محتلها فرنسا وبتحتلها وبتستخدم مواردها وبتستغلها وكده يعني. تمام؟ فسميناها مستعمره. نفس الكلام برضو بريطانيا كان عندها مستعمرات، بس بريطانيا كانت اقوى، فبريطانيا هزمت فرنسا واخذت المستعمرات بتاعتها. فكده فرنسا فقدت المستعمرات بتاعتها اللي في الشرق. فين في الشرق؟ في الهند. طيب ده رقم واحد، انه عاوز يعوض المستعمرات بتاعته، عاوز يجيب ارض جديده يستعمرها ويستعبد اهلها ويطلع موارد و طيب تاني حاجة قطع الطريق بين الهند وبين مستعمراتها، أو قطع الطريق بين بريطانيا وبين مستعمراتها في الهند. عاوز يقطع الطريق بين بريطانيا في أوروبا وبين مستعمراتها في الهند. إن بريطانيا عشان تروح للهند بتعدي من البحر المتوسط وبتعدي من قناة السويس وبتعدي من البحر الأحمر والمحيط الهندي لحد ما توصل للهند. فهو عاوز ياخد مصر عشان يقطع الطريق بين مين؟ بين بريطانيا والهند. عاوزة تروح الهند هتلف بقى من حوالين أفريقيا. تمام؟ يبقى قطع الطريق بين بريطانيا وبين مين؟ وبين الهند. ده كانوا اسباب الحمله، ان هو عاوز يعوض مستعمراته اللي فقدها في الشرق وان يقطع الطريق بين انجلترا وبين الهند. طيب اعدل الحمله ازاي نابليون؟ دلوقتي انت رايح حمله، عامل حمله عشان تروح تحتل بلد، عملت جهزت قال لك والله اعداد الحمله. اعد نابليون حمله فقام باعداد الجيش. ده اول حاجه يعملها، عد الجيش، درب الجيش كويس وجهز الجيش ونظمه وظبطه. خلاص الجيش فله، نروح على وراها. واصطحب مجموعه من العلماء في مختلف العلوم والفنون. جاب علماء كتير في العلوم والفنون. علوم بقى دخلت في الكيمياء، في الفيزياء، دخلت انت في الفنون بقى، في الادب وفي وفي الشعر والكلام ده. يعني جاب علماء كتير جدا في العلوم والفنون. طيب هو راح يحارب ولا رايح حملة تثقيفية ولا ايه ده؟ لا، هو جابهم لدراسة أحوال مصر، عشان يدرس أحوال مصر من جميع النواحي. عاوز يدرس مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعمرانيا ومن حيث الفنون. عايز يدرس مصر من جميع النواحي، يعني من الآخر يطلع من الحملة عارف كل حاجة عن مصر. مصر دي في إيده. طيب يبقى وكيفيه استغلال مواردها. يبقى هو جاب العلماء دول في مختلف العلوم والفنون. ليه؟ لدراسه جميع النواحي، لدراسه مصر من جميع النواحي وكيفيه
استغلال مواردها، يدرسوها من كل حاجه وايه خلاص بقى استغلها بقى الاستغلال الامثل. ما انا لما اكون عارف كل حاجه عن الحاجه دي او الجزئيه دي خلاص هستخدمها احسن استخدام. ثالث حاجه احضر مطبعتين، جاب معاه مطبعتين، مطبعه عشان يطبع فيها ورق زي المطبعه اللي الموجوده دي، مطبعه بتطبع ورق، بس هو جاب مطبعتين، واحده عربيه بتطبع باللغه العربيه وواحده باللغه الفرنسيه. طبيعي باللغه العربيه عشان يطبع المنشورات للاهالي اللي في مصر، وفرنسيه عشان يطبع المنشورات ايه للجنود اللي معاه والناس الفرنسيين. يبقى ليه؟ لطباعه المنشورات للاهالي. يبقى احضر مطبعتين، واحده عربيه لطباعه المنشورات للاهالي والثانيه فرنسيه، الثانيه دي للجنود والفرنسيين اللي موجود في مصر. يبقى كده اعداد الحمله، نابليون عمل ايه؟ عد الجيش. رقم واحد قام باعداد وتنظيم الجيش. رقم اثنين احضر مجموعه من العلماء في مختلف العلوم والفنون. رقم ثلاثه احضر مطبعتين، احدهما فرنسيه والاخرى عربيه. طب خط سير الحمله، الحمله طلعت منين؟ ومشت فين؟ رقم واحد والله عندنا الحمله طلعت من ميناء او بحرت سرا من ميناء طولون. الحمله طلعت في السر، يعني الجنود طالعين هم مش عارفين هم رايحين فين. طب انتوا رايحين فين؟ امشوا بس واحنا ماشيين مع بعض امشوا. نابليون ما عرفهمش هم رايحين فين. ليه؟ علشان الخبر ما يتسربش لبريطانيا فيمنعوا الطريق عنهم ويصدوهم وايه ويهاجموهم وهم رايحين يستعمروا مصر. فايه؟ نابليون ما عرفش حتى اي حد، نابليون ما عرفش غير القاده اللي جنبه بس، تمام؟ فابحرت سرا من ميناء طولون بفرنسا، ثم امر نابليون بايه؟ بان تتجه الى مصر. يبقى الحمله كانت طلع سرا مش علنا من ميناء طولون. في ايه؟ بعد ما طلعت من الميناء بشويه نابليون قال لهم ايه؟ روحوا مصر، روحوا مصر، وبالفعل اتجهت الى مصر. ده كده كان خط سير الحمله. طيب دخولهم بقى، هم راحوا ايه؟ راحوا على ميناء الاسكندريه، فذهبوا الى الاسكندريه. فلما ذهبوا الاسكندريه كان المماليك خلاص عرفوا، المماليك اللي في مصر خلاص عارفين ان ايه؟ ان فرنسا على الابواب وداخله على الشط، على شاطئ الساحل يعني، تمام؟ فكانوا ايه؟ فارسلوا على طول الجنود بتاعت المماليك بتاعتهم. فالملوك ايه؟ المماليك ارسلوا ايه؟ الجنود بتاعتهم، بس وصلوا متاخر. وصلت قوات الحمله الفرنسيه قبل ايه؟ قبل وصول المماليك. قوات الحمله الفرنسيه اللي جت وصلت قبل المماليك. طيب ايه اللي حصل؟ مين اللي هواجه المماليك؟ الشعب. فقاومهم اهل الاسكندريه، شعب اسكندريه بقياده حاكم الاسكندريه محمد قريم. محمد قريم مش كريم، في نضم على الكاف، محمد ايه؟ قريم. يبقى كده المماليك اتاخروا والعثمانيين والفرنسيين جم بدري. حصل ايه؟ ان اهل او شعب اسكندريه هم اللي قاوموا مين؟ هم اللي قاوموا الفرنسيين بواسطه حاكم المدينه محمد قريم. طيب ايه اللي حصل؟ والله استطاعت الحمله الفرنسيه بكل سهوله ان ايه؟ ان تنتصر وتستولي على مدينه اسكندريه. طبعا انت بتقاوم شعب، انت بتتكلم عن جيش منظم مع احدث الاسلحه وشعب بيحارب بالنبابيت. فانت ايه يعني؟ تمام؟ فانت ايه؟ فطبعا بسهوله انتصروا ايه؟ على اهل اسكندريه وتمكنوا من الاستيلاء على المدينه، سيطروا على المدينه واستولوا عليها. واعتقلوا قائدها وحاكمها وآمرها محمد قريم وقاموا بإعدامه. يبقى خلاص دخلوا سيطروا على المدينة، خلاص استولوا على المدينة، مسكوا القائد اللي كان بيقاومهم محمد قريم وأعدموه. يبقى إيه؟ اعتقلوه وأعدموه رميا بالرصاص. جابوا كده وقفوه بالنار كده بالرصاص واعتقلوه واعدموه رميا بالرصاص. كان في سبتمبر كام؟ سبتمبر 1798. ده كده كان قتل او اعدام او اعتقال واعدام محمد قريم. طب اسكندريه كده خلصت، سيطروا على اسكندريه. ايه تاني؟ القاهره، عايزين ياخدوا القاهره، عايزين ياخدوا العاصمه. طب انت اذا سيطرت على العاصمه سيطرت على بلاد، تمام؟ فراحوا ايه؟ زحفت الحمله الى القاهره. الحمله راحت فين؟ للقاهره. بس في طريقها للقاهره بقى، يعني بص في طريق القاهره قامت ايه؟ قامت بالمواجهه مع المماليك، جنود المماليك، وهي رايحه القاهره كده، نازله اسكندريه ورايحه القاهره. كانوا خلاص بقى جنود المماليك كانوا وصلوا، تمام؟ فدارت معركتين هنا. رقم واحد معركه شبرخيت دي في البحيره، ورقم اثنين معركه امبابه. فدارت معركتين. يبقى اثناء زحف الحمله الفرنسيه بعد الاستيلاء على اسكندريه الى القاهره واجهوا المماليك.
جنود المماليك، فدارت بينهم معركتين. رقم 1 شبرخيت ودي في البحيرة، رقم 2 إمبابة ودي بالقرب من القاهرة. طيب أول حاجة معركة شبرخيت. معركة شبرخيت دي كانت فين؟ ده كانت في يوليو 1798. كانت في شهر إيه؟ كانت في شهر يوليو. فين؟ في البحيرة. أصلا شبرخيت دي موجودة في البحيرة في دمنهور، تمام، أو جنب دمنهور. فانت بتتكلم عن معركه ايه؟ شبرخيت. شبرخيت في يوليو 98 في البحيره بين المماليك طبعا وبين الفرنسيين. طبعا ايه اللي حصل بقى؟ طبعا يعني طبيعي جدا المماليك اتهزموا وانتصر الفرنسيين. هزيمة المماليك وفرار المماليك جنوبا للدفاع عن القاهرة فاتجهوا إلى إمبابة. يبقى لما اتهزموا في معركة شبرخيت في البحيرة هربوا للجنوب. ليه؟ عشان يدافعوا عن القاهرة. فتمركزوا في إمبابة. تمركزوا في إمبابة، وده هي موقع المعركة الثانية. يبقى معركة شبرخيت في يوليو 1798 ميلاديا في البحيرة في دمنهور بين المماليك وبين الفرنسيين. وإيه النتيجة بتاعتها؟ هزيمة المماليك وفرارهم إلى الجنوب إلى القاهرة للدفاع عنها وتمركزوا في إمبابة. طيب معركة إمبابة كانت في يوليو برضه من 98. كانت في نفس العام وفي نفس الشهر، ما هم ورا بعض أصلا. كانت في يوليو 1798. موقعها كان فين معركة إمبابة؟ بالقرب من القاهرة. بالقرب من إيه؟ من محافظة ومدينة القاهرة بين المماليك وبين الفرنسيين لتاني مرة كده. تاني معركة تحصل معانا. رقم 1 معركة شبرخيت، و2 معركة إمبابة بين المماليك والفرنسيين. طب نتيجة للمعركة دي ايه اللي حصل؟ طبعا هزيمة المماليك طبعا وانتصار الفرنسيين بكل سهولة، تمام. ويبقى فر مراد بيك إلى الصعيد. مين مراد بيك ده؟ مراد بيك ده كان حاكم الصعيد. ما هي مصر كانت ايه؟ كانت ولاية عثمانية، وكان في والي على مصر ويحكم مصر. بس كان الوجه البحري لحاكم مصري والوجه القبلي لحاكم مصر. مصر اهي وجهين، تحت ده بيسمى وجه قبلي اللي هو الصعيد مصر، وهنا الوجه البحري اللي هو شمال مصر يعني، تمام. مصر كلها كانت تحت كانت ولايه عثمانيه، فكان فيها والي عثماني بيدور شؤون مصر كلها. طيب بس الجزئين دول، الجزء البحري كان له قائد، الجزء البحري والجزء القبلي كان له قائد. قائد الجزء القبلي او الوجه القبلي كان اسمه مين؟ مراد بيك. فلما مراد بيك اتهزم في القاهره هرب للصعيد، هرب لمكان حكمه يعني، تمام. وفرار ابراهيم بيك والولي العثماني الى الشام. ابراهيم بيك ده اللي كان حاكم الوجه البحري، تمام، فر الى الشام، ومعاه الولي العثماني فر الى الشام. يبقى عندي نتيجه لمعركه امبابه ايه؟ والله هزيمه المماليك وفرار مراد بيك الى الصعيد، ومين؟ وابراهيم بيك والولي العثماني الى الشام، تمام. دي كده كانت معركة شبرخيت ومعركة امبابة، ودول أول معركتين معايا في الحملة الفرنسية. لما زحفوا ودخلوا اسكندرية وخلاص أخذوا اسكندرية بمقاومة الشعب، انتصروا على الشعب وأعدموا قائدها محمد قريم، وبعدين وصلوا لحد القاهرة. بس هم طريقهم في القاهرة طارت بينهم وبين المماليك معارك يعني، ضرب بينهم معركتين. رقم 1 معركة شبرخيت في يوليو 98 في البحيرة بين المماليك والفرنسيين، وانتهت بهزيمة المماليك وفرارهم الى الجنوب للدفاع عن القاهره. طيب رحنا بقى للقاهره بالقرب من القاهره معركه امبابه يوليو 98 برضه، تمام. ولكن هنا اتهزم برضه المماليك، بس فر الملك مين؟ او فر مراد بيك الى الصعيد وابراهيم بيك والولي العثماني الى الشام. يلا بقى نخش للجزء اللي بعد كده، نكمل بقى ونخش على الجزئيه الثانيه. طيب اول حاجه هنا نتكلم فيها هو اصلا ليه بما تفسر هزيمه المماليك امام الفرنسيين. ليه الفرنسيين انتصروا على المماليك بسهوله كده في معركه شبرخيت ومعركه امبابه؟ ليه؟ والله اقول لك ليه. بسبب اعتماد المماليك على الفروسيه في القتال، راكبين خيول وبيحاربوا بيها. لا بيحاربوا بالخيول، ولسه حد بيحارب الخيول في القرن ال 18؟ هم في القرن ال 18 بيحاربوا بالخيول، فطبيعي يتهزموا. طب والفرنسيين بيحاربوا بايه؟ بالاسلحه الحديثه، بالبنادق والمدافع، بالاسلحه الحديثه. يبقى بسبب اعتماد المماليك على الفروسيه في القتال، راكبين لسه خيول بيحاربوا بيها، واعتماد الفرنسيين على الاسلحه الحديثه زي البنادق وزي المدافع. يبقى اعتماد المصريين
المصريين على الفروسية واعتماد الفرنسيين على الأسلحة الحديثة ده كان سبب هزيمتنا في المعركتين. طيب نخش بقى على جزئية وهي دخولهم للقاهرة. لما دخلوا القاهرة بقى إيه اللي حصل؟ هم دخلوا القاهرة عام كام؟ 1798 ميلاديا بعد معركة إيه؟ إمبابة. تمام؟ طيب أول نابليون ما دخل القاهرة راح قابل العلماء، قابل المشايخ بتوع الازهر يعني، كلمهم وقال لهم بصوا احنا خلاص امنوني، انا هامنكم على الارواح، يعني انا مش هقتل حد فيكم ولا هدمر بيوت فيكم ولا هسرق فلوس ولا هعمل اي حاجه، دخلوني بس القاهره وما تخلوش حد يقاومني ونخش بس المدينه وان شاء الله نحكمكم ايه ونظبطوا الدنيا والدنيا تمشي عسل في العسل يعني. طيب يبقى دخل المدينه بعد ان امن مين؟ العلماء اللي عندنا والمشايخ على الارواح والاموال، يبقى منهم وقال لهم ارواحكم واموالكم محدش هيمسها من لنا ولا جنودي، يبقى لنا ولا جنودي ولا اي حد من الحمله الفرنسيه له دعوه بارواحكم، مفيش حد هيعترضكم يقتلكم يضربكم يعمل لكم اي حاجه، لا لا لا، ولا حد ايه هيجي جنب فلوسكم ولا بيوتكم ولا اي حد. تمام؟ هو امنهم خلاص، انتوا سيبوني اخش المدينه، انا انتصرت خلاص على المماليك، اخش المدينه ما تقاومنيش، محدش يقاومني وانا ايه هامنكم على ارواحكم وممتلكاتكم مش هاجي جنبكم بسوء. طيب دخل القاهره خلاص ووافقوا على الكلام ده ودخل القاهره. دخل القاهره ساب جزء من جيشه في القاهره عشان يامن الوضع في القاهره وهي العاصمه والكلام ده، وبعت جزء من جيوشه الى باقي اجزاء مصر. يبقى دخل القاهره كان بجيشه كله، جزء منه وزعه على ايه؟ وزعه على مصر، يبعت هنا جزء وهنا جزء وهنا جزء عشان يسيطر على مصر، وخلى معاه جزء برضه في القاهره. كده هو وزع ايه؟ كده هو وزع جيشه. تمام؟ وزع جيشه بعد ما دخل القاهره في كل مناطق مصر عشان يسيطر على مصر كلها. جيشه اتوزع، جاله خبر ان الاسطول البريطاني على الساحل المصري. اوبا، بريطانيا عرفت. بريطانيا عرفت بان انت ايه جاي تحتل مصر، فبعتت اسطول بريطاني عشان يقضي على هذه الحمله. وبالفعل الاسطول البريطاني كان موجود فين؟ كان موجود على البحر، على البحر المتوسط هنا. تمام؟ نابليون راح ايه؟ نابليون راح يقابلهم بقى. تمام؟ بس راح يقابلهم بجيش المره دي مش كتير، هو كده كده عنده الاسطول بتاعه ايه؟ على الساحل عند خليج ابي قير، فراح يواجههم. تمام؟ عنده هو ده كده ساحل البحر المتوسط. تمام؟ وده خليج اسمه خليج ابي قير، خليج ابي قير ده بحر المتوسط، خليج ابي قير. كان هنا الاسطول البريطاني وكان هنا الاسطول الفرنسي، بننظر الى البريطاني بدائره والفرنسي ايه؟ مثلثه، ودارت بينهم المعركه باسم معركه ابي قير البحريه في شهر ايه؟ اغسطس 98، اغسطس 1798. ايوه، دارت معركه ابي قير البحريه بين مين؟ الاسطول الفرنسي، اسطول فرنسا، وده كان موجود اصلا على الساحل، والاسطول البريطاني، وده اللي جاي جديد عشان يقضي على امال الحمله الفرنسيه بقياده مين؟ الاسطول البريطاني بقيادة نيلسون، قائد بتاعه اسمه ايه؟ نيلسون. طيب ايه النتيجة اللي حصلت لما دارت المعركة بين الفرنسيين والبريطانيين بالاساطيل بتاعتهم على الساحل؟ قال لك والله يعني اتهزم واتحطم الاسطول الفرنسي، الاسطول الفرنسي بتاع فرنسا هنا اتهزم من ايه؟ من الاسطول البريطاني، بل واتحطم. يبقى تم تحطيمه ايه؟ تم هزيمة الاسطول ايه؟ الفرنسي وتحطيمه تماما. طيب ايه اللي حصل نتيجة لده؟ والله انت خلاص ما عادش عندك هنا اسطول فرنسي، فخلاص فاللي مسيطر على طول الساحل الاسطول البريطاني، يبقى ادي الساحل كله هنا كلها بريطانيا. طيب فادى الى حصار بريطانيا للساحل المصري، يبقى حصار الاسطول البريطاني لسواحل مصر الشماليه. الاسطول البريطاني اللي هنا حاصر ايه؟ سواحل مصر الشماليه، الساحل يعني الساحل كله بقى تحت حصار مين؟ الجيش او الاسطول البريطاني. وحاجه ثانيه، حرمان الحمله من الامدادات اللي بتجيلها من فرنسا. فرنسا كانت تبعت ايه؟ امدادات، وبتبعت امدادات عن طريق البحر الى مين؟ الى الاسطول البريطاني والاسطول الفرنسي، والاسطول الفرنسي بياخدوا ويدخلوا جوه البلاد، فكان بيوصل للحمله الفرنسيه والنابليون امدادات، سواء كان اكل، شرب، اسلحه، لبس، حاجات، فلوس، حاجات تانية كتير. تمام؟ يبقى كان ايه؟ كان بيجي امدادات وكانوا هيبعتوا امدادات بالطريقه دي، ان خلاص بريطانيا بقت هي اللي مسيطره على الساحل المصري كله، فقطعت الامدادات. وفرنسا هتبعت لمين؟ هتبعت هناك على الساحل، ما اللي هياخد الامدادات دي بريطانيا. فكده ايه؟ فكده قطعوا الامدادات، حرمان الحمله من امدادات فرنسا لها. فرنسا بعد ما كانت هتبعت لها امدادات خلاص ما عادش الامدادات ده تروح ولا توصل اصلا، فاتحرموا جوه من الامدادات دي، جوه البلد نابليون وجنوده يتحرموا من الامدادات اللي كانت بتجيلهم من فرنسا. وايه تاني؟ الجنود اللي موجودين جوه مصر حسوا كده بشويه
احنا محاصرين. اهو شعور الجنود بانهم محاصرين داخل مصر، لان هم لما دخلوا مصر كان الاسطول بتاعهم بره بيأمن ظهرهم، بيحميهم، بيجيب لهم الايه المؤن عن طريق فرنسا، فرنسا بتجيبها للاسطول، بعدين الاسطول بيدخلها جوه، فكان مأمنين ظهرهم. لما حصل وان بريطانيا حصرتهم حسوا كده وشعروا بايه؟ بان هم محاصرين داخل البلاد، متكتفين داخل البلاد. تمام. ثالث حاجه، وتوقفت التجاره الخارجيه. التجاره الخارجيه بتاعت مصر عن طريق الساحل اللي كانت بتطلع علينا توقفت. ما طبيعي، انت عندك اسطول بريطاني محاصر الساحل بتاعك، هتطلع تجاره فين ولا دخل تجاره فين؟ فانت اصلا مش هتعرف تطلع ولا هتعرف تيجي. تمام. فتوقفت التجاره الخارجيه. يبقى النتائج حمله او نتائج معركه ابي قير البحريه 1798 ميلاديا: رقم 1 هزيمه وتحطيم الاسطول الفرنسي، رقم 2 حصار الاسطول البريطاني لسواحل مصر الشماليه، رقم 3 حرمان الحمله من امدادات فرنسا لها، رقم 4 شعور الجنود بانهم محاصرين، احنا محاصرين داخل مصر، 5 توقفت التجاره الخارجيه. الجزء اللي وراها مقاومة الشعب المصري للفرنسيين. هنتكلم بقى عن ازاي الشعب المصري قاوم الفرنسيين. اتكلمنا من شوية على اهالي اسكندريه وان هم قاوموا الانجليز او قاوموا الفرنسيين لما دخلوا عن طريق عن طريق ابي قير وخليج ابي قير. هم اول من واجههم. ليه؟ لان المماليك اتاخروا وطبعا اتهزموا واعدم قائدهم محمد قريم رميا بالرصاص. نخش بقى على تاني منطقه قامت معنا وهي الصعيد، مقاومه ابناء الصعيد او اهل الصعيد. تمام. نتكلم عن اهل الصعيد بقى. قال لك والله ان قوات الفرنسيه حبت تخش الصعيد. نابليون قسم جيشه لما دخل القاهره لاجزاء وكل جزء بعته المكان. تمام. الجزء اللي راح الصعيد واجه صعوبه وما عرفش ان هو يسيطر على بلاد الصعيد ولا يخضعهم له. ليه؟ لان في الصعيد احنا عارفين او اهل الصعيد كانوا عارفين اراضيهم كويس وعارفين مكانهم وعارفين كل حاجه. الفرنسيين دول ناس جداد ما يعرفوش اي حاجه عن المكان اللي احنا فيه. وانت لما تكون عارف كل حاجه عن المكان اللي انت فيه، مولود فيه وعايش فيه وعارف كل نقطه صغيره فيه، فانت عارف نقاط القوه بتاعت المكان ده ونقاط الضعف بتاعت المكان ده، فانت هتستغلها كويس. فانت عندك هنا اخفقت القوات الفرنسيه في اخضاع اهالي الصعيد. ليه؟ اهالي الصعيد اتبعوا حرب المناوشات، اضرب واجري، اخطف واجري. تمام. اخطف واجري. فكانوا بيضربوا ويجروا، بيخطفوا ويجروا، يطلع على غفله كده 5 6 على 5 6 من الجنود او 10 من الجنود يضربوا لبينهم موتينهم وماشيين وهكذا. ما كانوش بيدخلوا في حروب مباشره في ارض واسعه كده معركه ضد معركه، لا ما كانوش بيخشوا في معارك ولا في حروب مباشره ولا الكلام ده، لا كانوا بيخشوا او كانوا بيعملوا حاجه اسمها حرب المناوشات، اضرب واجري. تمام. بقول لك حرب المناوشات. بقول لك والمعارك المتفرقه كان 5 6 كده، او هم حاطين عينهم على على كتيبه معينه، مثلا 100 100 جندي في مكان معين، يقوم يرابينهم اول ما يطلعوا في مكان معين يطلعوا عليهم عدد برضه 50 100 ولا حاجه، لبينهم ويجروا وهكذا. معارك متفرقه، معارك صغيره كده متفرقه، ما يخشوش فيهم في معارك مباشره ومعارك كبيره، لا حرب المناوشات اضرب واجري والمعارك المتفرقه. تمام. ودول انهكوا الفرنسيين بسبب طول الوادي بتاعنا طويل جدا. تمام. فاحنا على طول الوادي عملنا معاهم كده، انهكوا وما قدروش ان هم يخضعوا اهالي الصعيد. طيب كده اهالي الصعيد الفرنسيين ما عرفوش يخضعوهم، فرنسا والفرنسيين ما عرفوش يدخلوا الصعيد. ليه؟ لان الصعيد او اهالي الصعيد اتبعوا حرب المناوشات والمعارك المتفرقه، وبسبب طول الوادي انهكوا، وده ادى الى تعاظم ونمو الشعور الوطني المصري. خلاص بقى. اهالي اسكندريه فشلوا في المقاومه. القاهره نعم دخلوا القاهره. الصعيد بقى ما عرفوش يخشوا الصعيد، فباقي الناس بقى في مصر كلها وفي كل مكان في مصر قال لك اذا كان هم ما دخلوش الصعيد، هم الصعيد احسن مننا في حاجه؟ لا، لازم احنا نقاومهم، لازم نعمل ثورات عليهم، لازم نطردهم. تعاظم النمو الوطني، تعاظم النمو الوطني بتاع مصر والشعور الوطني بتاع مصر. لا ما ينفعش نسيب بلدنا محتله، ما ينفعش نسكت، لازم نواجه حتى لو هنموت، لازم نحارب. تمام. فادى الى نمو الشعور الوطني لدى المصريين، وان احنا ما نسكتش، نحارب حتى لو هنموت فيها. وده ادى الى وده ادى الى حدوث ثوره اسمها ثوره القاهره الاولى. يبقى نمو الشعور الوطني حسهم على حسهم على الاقامه او عملوا ثوره. الثوره دي كانت في اكتوبر 98 1798 في اكتوبر. مركزها فين الثوره دي؟ كانت في الازهر الشريف. الازهر الشريف عارفينه طبعا كلنا، كانت مركزها الازهر الشريف. طيب ليه؟
ليه حصل ثوره زي ما اتكلمنا؟ والله هنا بيقول لك ان حصل ثوره بسبب فرض نابليون الضرائب الباهظه. ما هو لما الامدادات اتقطعت من هنا وسيطر البريطانيين على الساحل، ما عادش فيه امدادات بتخش لهم ولا اكل بيخش لهم. فلما الاكل اللي معاهم يخلص هيعملوا ايه؟ مش هيعملوا حاجه. فهم فرضوا ضرائب باهظه على السكان المصريين عشان بالفلوس دي يجيبوا اكل، تمام؟ يجيبوا شرب، يجيبوا اسلحه. يبقى فرضوا الضرائب الباهظه ليه؟ بسبب ايه؟ ان هو حصار ايه؟ حصار البريطانيين الاسطول الفرنسي. وعملوا ايه تاني؟ جنود الحمله عملوا كذا حاجه كده ايه مش تمام. فتشوا البيوت ليه؟ بحثا عن الاموال. يعني ما اكتفوش بان هم يفرضوا ضرائب على الناس وياخدوها كده ضرائب باهظه بشكل كبير جدا، لا ده بداوا الجنود هم يدخلوا البيوت ويفتشوها، يبحثوا عن الاموال. تخش كل بيت، تخش الحاره منها، الجنود بقى تتفرق وتخش في الحاره كلها، كل واحد يخش له في بيت ويدور على فلوس، على ذهب، على اي حاجه يطلع بيها، اي حاجه، تمام؟ وهدموا ابواب الحارات. زمان كان كل حاره فيها ايه؟ كان فيها باب كده كبير كده بيتقفل العشاء بفتح الفجر وكده يعني، تمام؟ هدموا الابواب دي ليه؟ بقول لك عشان نقاوم المقاومه، عشان نحارب المقاومه. ما طبعا في مقاومه، ما طبعا اكيد يعني اي محتل هيلاقي مقاومه من الشعب. فهم عشان يقضوا على المقاومه دي ويحاربوها وينهوها، قال لك احنا ايه؟ هنهدم الايه؟ الابواب دي. بحجه ايه؟ بحجه مقاومه الايه؟ المقاومه المصريه او مواجهه المقاومه المصريه. يبقى وهدموا الابواب وايه؟ مع عناصر اهو بحجه ايه؟ بحجه مقاومه ايه؟ مقاومه عناصر المقاومه. طيب وعملوا ايه تاني؟ قال لك والله هدموا الكثير من المباني والمساجد والاماكن الاثريه. يبقى المباني هدموها، هدموا مباني كتير. طب يا باشا المباني دي بتاعتنا والناس عايشه فيها وقاعده فيها من الاف السنين، ده بتاعتهم يا باشا، ده بتاعتهم مورثينها من الاف السنين، ده احد لسه بانيها طيب من كام يوم ده؟ لا هو هنهدها. هد المباني والمساجد، حتى المساجد هدم شويه مساجد ومواقع اثريه ومعالم اثريه، تمام؟ بحجه ايه بقى؟ تحصين القاهره. قال لك انا عايز امن القاهره وانا عايز احصن القاهره من ايه؟ من الاعداء وايه؟ من الاعداء. عايز احصن القاهره من المقاومه، عايز احصن القاهره من المقاومه، عاوز يحميها من المقاومه، تمام؟ هتحمي القاهره من المقاومه، فهدم المباني، هدم المساجد والمعالم الاثريه بحجه تحصين القاهره. يبقى كده ثورة القاهرة الأولى قلنا أن موقعها الأزهر الشريف بسبب فرض نابليون الضرائب الباهظة وقيام الحملة بتفتيش البيوت والمنازل بحثا عن إيه؟ عن الأموال. وإيه تاني؟ قال لك إنهم هدموا أبواب الحارات بحجة إيه؟ بحجة مقاومة عناصر المقاومة المصرية، وهدموا الكثير من المباني والإيه؟ والمساجد والمعالم الأثرية بحجة إيه؟ تحصين القاهرة. طيب أحداث الثورة مشيت إزاي؟ إيه اللي حصل؟ لك والله ان هم ايه؟ صار الاهالي في القاهره، تمام؟ صار الاهالي ضد الفرنسيين، الاهالي في القاهره صاروا ضد مين؟ ضد الفرنسيين. واشتدت المقاومه والثوره ووصلت للاقاليم المجاوره. ما اكتفتش بالقاهره، لا ده الاقاليم اللي في رحله القاهره كمان ايه؟ وصلوا ايه؟ وصلت لهم اخبار المقاومه، وصلت لهم الثوره، وصلت لهم ان في ثوره وان في ثوره بتحصل في القاهره، فهم كمان ايه؟ دخلوا في المقاومه وفي الثوره. يبقى ايه؟ يبقى ثار الاهالي ضد ايه؟ ضد الفرنسيين، واشتدت المقاومه حتى وصلت الى الاقاليم المجاوره. الاقاليم المجاوره للقاهره سمعت باخبار ان في مقاومه، فهم كمان عملوا ثوره وكملوا في الثوره دي، تمام؟ حتى ان بعد نهايه الثوره دي إيه؟ او في نهايتها حصل ايه؟ والله قتل حاكم القاهره الفرنسي. القاهره كان عليها حاكم فرنسي بيحكمها، اسمه ايه؟ اسمه ديبوي، مات. يبقى من نتائج الثوره ان ايه؟ ان قتل مين؟ حاكم القاهره الفرنسي. طيب وايه تاني؟ قال لك والله دخل الفرنسيون الجامع الازهر او الازهر الشريف او الجامع الازهر الشريف بايه؟ بخيولهم. دخلوا كده الازهر الشريف بالخيول بتاعتهم، تمام؟ وده ادى الى ايه؟ وده ادى الى تعاظم ونمو الشعور الوطني لدى المصريين بانهم لازم نقاومهم، لازم نطردهم. دخلوا الازهر الشريف بخيولهم، هم زعلوا، المصريين زعلوا وحطوا في نفسيتهم قوي، ازاي يعملوا كده؟ ازاي؟ فلا لازم نقاومهم، لازم نطردهم، لازم وكده يعني، تمام؟ يبقى لما تتكلم عن الاحداث ان هي ايه؟ ان هي المقاومه او الثوره طلعت من القاهره ووصلت ايه؟ لوجهها وكانت قويه جدا، حتى الاقاليم المجاوره سمعت باخبار ان في ثوره في القاهره، فهم كمان انضموا للثوره وكملوها. ومع نهايه الثوره قتل حاكم القاهره الفرنسي ديبوي. بس الفرنسيين عملوا حركه مش حلوه، ان هم دخلوا الجامع الازهر الشريف بخيولهم. طيب
نتائج الثوره بقى، ايه اللي حصل بعد ما خلاص ايه الفرنسيين يعني خلاص ايه اقنعوا الثوره، وما عادش في ثوره، الثوره انتهت. الفرنسيين نجحوا في ايه؟ في اخضاع الثوره واخضاع الاهالي واقماع الثوره والقضاء على الثوره. خلاص الثوره فشلت. ايه اللي حصل؟ ادى الى اعدام الكثير من الاهالي والثوار. ناس كتير من اللي كانت في الثوره وناس كتير من الاهالي اعدموهم الفرنسيين. طبعا اعدموهم عشان اللي عملوا ثوره، عشان ما حدش يفكر يعمل كده تاني. يبقى اعدام الكثير من الاهالي وايه؟ والثوار. رقم اثنين، فرض غرامات كبيره. يعني افرض غرامات ماليه كبيره على مين؟ على التجار والعلماء. اشمعنى التجار والعلماء؟ التجار والعلماء لان هو لما دخل مصر ودخل القاهره اتكلم مع التجار والعلماء وقال لهم انا ادخل مصر من غير مقاومه وهامنكم على ارواحكم وعلى فلوسكم. فهنا لما رجع وان المصريين عملوا ضده مقاومه، راح ايه؟ راح فرض ضرائب على مين؟ على دول بالذات، على التجار والعلماء. ليه؟ لان في نظره هم ما وقفوش بالعهد. في نظره ما وقفوش بالعهد، فراح فرض عليهم ضرائب ايه؟ كبيره جدا يعني. وثلاثه عمل ايه؟ قال لك والله شروع القوات الفرنسيه في تحصين القاهره، برضه القوات الفرنسيه مكملين في امور بتاعه تحصين القاهره وهدم المساجد وهدم المباني وهدم المعالم الاثريه بحجه تحصين القاهره. برضه لسه مكمل في الحته دي. تمام؟ يبقى كده لما تتكلم عن نتائج ثوره القاهره الاولى، رقم واحد اعدام الكثير من الاهالي والثوار، اعدم الاهالي والثوار كتير منهم، وفرض ضرائب باهظه على مين؟ التجار والعلماء. وعرفنا اشمعنى الاثنين دول بالذات. وشروع القوات الفرنسيه في تحصين القاهره. كده دي ثوره القاهره الاولى، وده حصلت بعد ما تعاظم النمو الوطني والشعور الوطني لدى المصريين بعد مقاومه ابناء الصعيد وعدم اخضاعهم او ايه؟ وعدم استطاعه الفرنسيين لاخضاعهم. تمام؟ فتعاظم النمو الوطني، فاهالي القاهره عملوا ثوره اسمها ثوره القاهره الاولى. تمام؟ ده كده كان الجزء ده. يلا بقى نخش على الجزء الثاني، ونيجي بقى للجزء الثاني معانا في الدرس ان شاء الله. هنتكلم بقى عن دخول الحمله الفرنسيه للشام. نابليون والحمله الفرنسيه عاوزين ياخدوا الشام كمان، فعايز يعمل حمله على الشام. ناخدها واحده واحده كده الاول. اولا الحمله دي هتفشل. ليه؟ هنفهم ليه. قال لك والله ان قبل اصلا الحمله دي ما تحصل تحالفت مين؟ تحالفت الدوله العثمانيه، الدوله العثمانيه اللي مصر ولايه تابعه لها، وروسيا وبريطانيا. الثلاث دول دول تحالفوا مع بعض. ليه؟ تحالفوا مع بعض لاخراج مين؟ لاخراج ايه؟ الحمله الفرنسيه من مصر. مين؟ العثمانيين وروسيا وبريطانيا، او الدوله العثمانيه وبريطانيا وروسيا تحالفوا مع بعض علشان يقضوا على الحمله الفرنسيه. فاقاموا بارسال ايه؟ فاقاموا بارسال حملتين، بعتوا حملتين لمصر عشان يقضوا على الحمله الفرنسيه. واحده من الحملات دي كانت حمله بريه، يعني عن طريق البر. عن طريق البر هتروح ازاي لمصر عن طريق البر؟ عن طريق الشام. يبقى حمله بريه تتجه لمصر عن طريق ايه؟ عن طريق الشام. والحمله الثانيه حمله بحريه. حمله بحريه يبقى طبيعي من ان نتكلم عن البحر المتوسط، يبقى تتجه الى مصر عن طريق البحر المتوسط، عن طريق جزيره اسمها جزيره رودس. يبقى من جزيره رودس دي هيطلع الحمله البحريه، وتروح مين؟ وتروح تمشي في البحر المتوسط لحد ما تروح لمصر. يبقى كده عندي قبل اصلا نابليون ما يعمل الحمله الفرنسيه على الشام في عام 1799، عندي ان الدوله الفرنسيه او الدوله العثمانيه وبريطانيا وروسيا، الثلاث دول دول تحالفوا مع بعض وعملوا اتفاقيه، عاوزين نقضي على خطر الفرنسيين اللي موجود في مصر، عاوزين نقضي على الحمله الفرنسيه، عاوزين نخرج الفرنسيين من مصر. وعملوا ايه؟ وعملوا اتفاق. طلعوا بايه؟ بان هم هيرسلوا حملتين الى مصر. هيبعتوا حملتين، جيشين. واحد من الحملات دي حمله بريه بتروح مصر عن طريق الشام، والحمله الثانيه بحريه تروح عن طريق ايه؟ البحر المتوسط، وتطلع من جزيره رودس وتروح لمصر. تمام؟ تمام. طب نابليون بقى يروح بقى ايه لاسباب الحمله؟ حمله مين؟ حمله الفرنسيين على الشام. يبقى احنا كده خدنا ايه؟ خدنا ان فرنسا هنا ايه؟ هيواجهها مين؟ الدوله العثمانيه وروسيا وبريطانيا. فالجزء ده عن تحضيرات الدوله العثمانيه وروسيا وبريطانيا لمواجهه الحمله الفرنسيه. تمام؟ ده كده ايه؟ جزئيه لوحدها كده. طب لما تروح بقى لمين؟ للحمله الفرنسيه على الشام، وان نابليون عاوز يضم الشام كمان. ليه عاوز يضم الشام؟ قال لك والله ليه؟ رغبته في القضاء على الجيش العثماني. هو سمع ان في جيش جاي له،
في حملة جاية له، في حملة برية جاية له عن طريق الشام، أنا لازم أروح أنا الأول وأضم الشام قبل الحملة ما تجيلي، لازم أنا أروح أتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بيا، ما أفضلش أنا موجود في مكاني ومستني الحملة تجيلي، لا أنا أروح، ومش كمان أروح أستناهم وأحاربهم، لا ده أنا أروح أضم الشام كلها لحكمي بحيث إن ما حدش يعرف يعترضني. تمام؟ يبقى هو عاوز يعمل حملته على الشام ليه؟ بسبب إيه؟ بسبب رغبته في القضاء على الجيش العثماني القادم من إيه؟ من الشام، اللي هو هنا الحملة البرية يعني. تمام؟ قبل أن يصل إلى مصر. طيب هو عاوز يعمل إيه؟ ياخد الشام، فعمل حملة على الشام. طب ناخد خط سير إيه؟ خط سير الحملة بقى. والله هو ماشي كده في الشام، ضم ايه؟ وهو قاد نابليون الحمله، يعني نابليون اللي كان قاد الحمله، وهو ماشي كده ايه؟ استولى على مدينه العريش ومدينه غزه. العريش ده في مصر، وهو ماشي كده خد جنوده وطلع بحملته وهو ماشي، خد العريش في سكته، خد غزه في سكته. تمام؟ خد المدينتين دول وراح بعد كده عند مدينه ايه؟ مدينه يافا. مدينه يافا حاصرها حصار شديد. طب هو فتحها او هو احتلها ولا لا؟ احتلها. هو بعد ما حاصرها حصار شديد جدا راح كلم ايه؟ راح كلم القائد بتاعها وقال له ايه؟ بص يا عم الحاج، انت بالهداوه كده اديني القلعه اخشها، وانا لا هاجي جنبك ولا جنب الناس ولا جنب فلوسك ولا اي حاجه، ولا اعمل لكم اي حاجه، اديني بس مفاتيح القلعه بس يا باشا، دخلني بس يا باشا. وطبعا خلف بوعده. فلما ايه؟ قال لك ايه؟ ان حصار يافا كان ايه؟ حصره حصار شديد ما عرفش يخشها، فراح ايه؟ اتكلم معاه بالهداوه ودخلني القلعه وانا مش هاجي جنبكم ولا جنب الارواح ولا الممتلكات ولا الكلام ده كله. طيب طب لما دخل بقى القلعه اهو، لما استولى عليها ايه؟ حصل ايه بقى لما استولى عليها؟ قضى على قائدها، قضى على قائد القلعة وحاكم القلعة. بس كده؟ لا، وجميع حاميتها، كل الجنود اللي موجودة في القلعة قضى عليهم تماما. رغم انه ايه؟ رغم انه كان عاطلهم الامان، رغم انه كان مأمنهم على ارواحهم وممتلكاتهم، قضى عليهم ايه؟ بشكل كبير جدا. يبقى كده مدينة يافا قاومت الفرنسيين مقاومة شديدة لدرجة إن نابليون حاصرها حصار شديد جدا وما عرفش يدخلها إلا لما يأمن قائدها على الأرواح وعلى الممتلكات وسابه يدخل. طب لما دخل قضى على قائدها تماما. بس كده؟ لا، والحامية الايه؟ والحامية اللي موجودة داخل القلعة قضى على القائد وجميع الحامية العسكرية اللي موجودة في القلعة. وده يدل على انه ايه؟ على انه خالف وفاءه بالعهد. تمام؟ لانه هو كان عاطلهم الامان ودخل قضى عليهم فخالف العهد. وده هيبقى رسالة تحذير للمدن اللي بعد كده اللي رايح لها نابليون، اللي هو انا لو قاومت نابليون وانتصرت خلاص وما دخلش المدينة فانا فزت. طب انا لو قاومت نابليون ودخل المدينة وقتلني، طيب ما فيش مشكلة. طب ما فيش تفكير تاني؟ طب انا استسلم لنابليون، صح؟ استسلم بقى عشان انجو. لا، ما انت لو استسلمت برضه هيقتلك. فكانت رساله تحذير للمدن اللي بعد كده والقاده، اللي هو انا سواء استسلمت او اتهزمت انا ميت. طب انا انتصرت خلاص انا عشت، فانا كده ميت وكده ميت، اخاف من ايه؟ بداوا ايه؟ بداوا يقاوموا. فده كانت رساله تحذير الى مين؟ المدن اللي بعد كده. طيب المذبحه اللي هو عملها دي واطلقت عليه باسم مذبحه يافا البشريه. مذبحة ايه؟ يافا البشرية. يبقى هو لما دخل مدينة يافا عمل ايه؟ قضى على القائد وجميع الحامية كلها، وإذا سميت باسم مذبحة يافا البشرية. طيب اتكلمنا عن من نتائج او النتائج المترتبه على مذبحه يافا ان ادى الى استبسال اهالي عكا. اهو المدينه اللي بعد كده اللي كان عليها الدور كانت مدينه عكا، ادى الى استبسال ايه؟ اهالي عكا في الدفاع عن المدينه. يبقى المدينه اللي بعد كده مدينه عكا. يبقى خد العريش، خد غزه. يافا قومته بس دخلها وغدر بهم وقتلهم وعمل مذبحه يافا البشريه. راح عشان ياخد عكا. طبعا اهل عكا عارفين ايه اللي حصل في يافا. فانا لو قاومت وانتصرت خير وبركه، قاومت واتهزمت انا كده مت، فتحت له بالقلعه انا كده مت. لا، فانا قاومه، لو انتصرت والله يبقى كان بها، اتهزمت ومت امر الله بقى نعمل ايه؟ تمام؟ فايه؟ فمدينه عكا واهل مدينه عكا قاوموا نابليون بشكل كبير جدا وخدوا الدرس من مدينه يافا. تمام؟ فقاوموهم. واقول لك برضو ان صار نابليون ايه؟ صار نابليون لمدينه عكا وحاصرهم بس فشل في دخولها. اهو فشل في دخولها ليه؟ بسبب استبسال اهالي ايه؟ عكا ومقاومتهم لمين؟ ومقاومتهم للفرنسيين. تمام؟ طيب وعندك هنا ايه؟ كان قائد برضه مدينه عكا احمد باشا الجزار، وده كان قائد مدينه
عكا، وده اللي استبسل ضد مين؟ ضد الحمله الفرنسيه، وحارب بشجاعه ومرضاش انه يستسلم ولا يعمل اي حاجه ولا يرضخ للفرنسيين. تمام؟ يبقى كده لما نتكلم عن ايه؟ عن مدينه عكا، ان نابليون حاصرها بالفعل بعد مدينه يافا، بس ايه؟ اهالي مدينه عكا وقائدها، قائدها مين؟ احمد باشا الجزار. يبقى قائد مدينه عكا احمد باشا الجزار، واهالي مدينه عكا دافعوا عن المدينه بكل قوه واستبسال وواجهوا الحمله الفرنسيه، وبالفعل نابليون حاصرهم، بس ما قدرش ان هو يهزمهم، ما قدرش ان هو يحتل يافا. طيب ليه؟ بسبب استبسال اهالي عكا وقائدها احمد باشا الجزار. طيب ده بس كده سبب فشل دخول الفرنسيين لمدينه عكا؟ لا، جزء تاني وهو ايه؟ مساعده الاسطول البريطاني. الاسطول البريطاني اللي موجود في ساحل البحر المتوسط، طبعا احنا عارفين ان فلسطين والشام بيطلوا على ساحل البحر المتوسط، بيطلوا على البحر المتوسط، فكان في اسطول بريطاني بيساعد ايه؟ مدينه يافا، مدينه عكا، بيساعدوا بايه؟ بيساعدوا بالذخائر والمدن. يبقى مساعده الاسطول البريطاني لمدينه يافا بايه؟ بالذخائر وايه؟ والمؤن. بيدوا له ذخائر عشان ايه؟ يعرف يحارب بيها، بيدوا له اسلحه، وبيدوا له مؤن عشان يقدروا ايه؟ يكملوا في الحصار، عشان يقدروا ياكلوا. ما هو انت لو محاصر والاكل اللي عندك جوه يكفيك شهر، خلاص انت بعد شهر هتدخل في مجاعه. انتهى الشهر فانت دخلت في مجاعه. تمام؟ يبقى كده من اسباب مع عدم دخول الحمله الفرنسيه ونابليون الى عكا او الى مدينه عكا حاجتين: استبسال الاهالي والقائد بتاع المدينه اللي هو احمد باشا الجزار. طب رقم 2 مساعده الاسطول البريطاني لهم وامدادهم بالمؤن والذخائر. تمام؟ طيب نتائج الحمله بقى، نتائج الحمله الفرنسيه على الشام. هو عاوز يضم الشام، خد العريش، خد غزه، خد يافا، راح على عكا ما عرفش، ففشلت الحمله لانه ما خدش الشام. يبقى فشلت الحمله للسيطره على ايه؟ للسيطره على مصر، وعاد الى مصر. يبقى فشلت الحمله بتاعت السيطره على الشام، وعاد الى مين؟ رجع لمصر. من الدنيا رجع لمصر تاني. يبقى كده ايه نتائج الحمله الفرنسيه على الشام؟ قال لك فشلت الحمله وعاد نابليون الى مصر. تمام؟ نروح بقى، وهو بقى رجع الى مصر، خلاص رجع واتهزم وخلاص والحاله بايظه. الحمله الثانيه بقى، احنا اتكلمنا عن الحمله البريه وان هو راح للشام اصلا عشان ايه؟ عشان الحمله البريه دي ما تجيش، بس ما عرفش ينتصر عليهم فرجع. طب الحمله البحريه بقى الثانيه دي اللي قلنا ان هي طالعه ايه؟ رايحه على البحر عن طريق البحر المتوسط، طالعه من جزيره رودس، وهو في السكه راجع لمصر سمع بالاخبار: اوبا، في حمله بحريه جايه عن طريق البحر المتوسط، واستقرت في خليج ابي قير، ودارت معركه ابي قير البريه. المره دي بريه مش بحريه، المره دي 1799 مش 98. تمام؟ يبقى معركه ابي قير البريه بعد ايه؟ بعد فشل الحمله الفرنسيه على الشام. الحمله البحريه اللي طلعها من العثمانيين وروسيا وبريطانيا كانت طلعت من البحر المتوسط وجزيره رودس، ووصلت الى خليج ابي قير، ونزلت الى الساحل او نزلت ودخلت مصر في مكان ابي قير. فلذلك ايه؟ اطلقت على المعركه دي معركه ابي قير البريه، لانها كانت على المر على اليابس، بينما ابي قير البحريه كانت في الساحل ايه؟ بتاع خليج ابي قير. طيب المعركه دي بين مين ومين؟ حبايبنا الفرنسيين طبعا، الايه؟ القوات الفرنسيه بقياده نابليون. نابليون بنفسه هو اللي بيقود الجيش، وضد مين؟ الاسطول العثماني. الاسطول العثماني والدوله العثمانيه. طيب ايه النتيجه بتاعت المعركه دي؟ طبعا هزيمه الاسطول العثماني وانتصار الفرنسيين، هزيمه القوات العثمانيه، لان اصلا فرنسا كانت حالتها ميؤوس منها وحالتها خلاص، قصدي الدوله العثمانيه كانت بتنتهي وكانت ضعيفه جدا، ما كانش بيستخدموا اسلحه حديثه زي الفرنسيين. الحاله اتدهور ما بين العصور الوسطى. ان العصور الوسطى بدات الدول الاوروبيه الغربيه تتطور بشكل كبير جدا، وبدات ايه؟ تبقى الدوله العثمانيه كما هي عليه، حتى وان كان التطور ما كانش سريع ولا قوي ولا ملاحظ زي دول الغرب واوروبا. عشان كده دول الغرب واوروبا عدوها بمراحل. نتكلم عن بريطانيا وفرنسا. تمام؟ فايه هنا كده معركه ابي قير البريه لما اتكلمنا ان هي في يوليو 1799 بين القوات الفرنسيه والايه؟ والقوات العثمانيه، انتهت بهزيمه القوات العثمانيه وايه؟ وانتصار الفرنسيه. طيب بعد هزيمه الايه؟ العثمانيين في هذه المعركه، نابليون مشى. نابليون انتصر ما اتهزمش،
ومشى ساب مصر بعد معركة أبي قير البرية وانتصار نابليون. يسيب مصر؟ أيوة ساب مصر. معنى أنه ساب مصر بعد انتصاره في المعركة وقضاءه على الحملة البحرية، معنى أن في أمر مهم، في أمر مهم أدى إلى أنه هو يترك مصر. إيه هو الأمر المهم ده؟ قال لك والله بسبب تحالف الدول الأوروبية ضد فرنسا. في فرنسا وفي أوروبا الدول الأوروبية روسيا وبريطانيا وشوية دول حلوة كده تحالفوا على فرنسا، عاوزين يقضوا على فرنسا. فايه قال لك لا، مصر ده كانت مستعمره، مصر ده مش الاساس، اروح بقى البلدي ادافع عن بلدي هناك. ما انا موجود هنا عشان اوسع مستعمرات بلدي، عشان اكبر بلدي، اخد موارد واديها لبلدي عشان انفع بلدي. فلما بلدي تكون في خطر، لا ده انا اسيب دي بقى طول عادي، انا اروح بقى هناك، اروح انا بقى البلدي. يبقى بعد هزيمه بعد هزيمه العثمانيين في هذه المعركه اللي هي بالقير البريه، او بعد المعركه دي ما انتهت، نابليون قرر الرحيل عن مصر. نابليون قرر ان هو يمشي عن مصر. طيب هو راح راح فرنسا بقى ليه؟ بسبب تحالف الدول الاوروبيه ضد مين؟ ضد فرنسا. الدول الاوروبيه عملت رباطيه، الدول الاوروبيه عملت رباطيه على فرنسا، فهو رايح عشان يوقف الكلام ده والمسرحيه اللي بتحصل. ساب قياده الحمله لمين؟ ما هو اكيد هيسيب الحمله وهيمشي، مش هيسيبها كده مع بعضها، مش هيسيب الجنود كل واحد يقول لك انا لا احنا نعمل كذا، لا انا هعمل كذا، لا كذا. اكيد في قائد. ساب القياده للقائد او للنائب بتاعه اسمه كليبر. يبقى ترك قياده الحمله لمين؟ لكليبر. لمين؟ لكليبر. تمام. يبقى بعد هزيمه العثمانيين في معركه مين؟ ابي قير البريه، نابليون قال لك انا ماشي باب النصر عشان في مشاكل في فرنسا، عشان تحالف الدول الاوروبيه ضدنا، فانا ماشي، وانت يا كليبر خد قياده الحمله من بعدي. تمام؟ تمام. كليبر بقى وقيادته للحمله. كليبر لما مسك الحمله عمل ايه؟ ايه اللي حصل اثناء قياده كليبر للحمله؟ والله كليبر ده يعني كان عاوز يمشي من مصر، مش حابب ان هو يطول في مصر اكتر من كده. طب ليه عاوز يمشي من مصر؟ والله انت عندك اصلا انت محاصر ساحليا من شمال مصر، عند البحر المتوسط، عندك الاسطول البريطاني محاصر ساحل مصر الشمالي كله، فانت محاصر. رقم اثنين، انت مفيش اكل بيخش لك، ولا في مؤن ولا ذخائر ولا في اي حاجه بسبب الحصار. رقم ثلاثه، انت الجنود بتاعك بيقلوا، انت شغال في معارك على الساحل ومعارك جوه البلد ومقاومه جوه بلد جوه مصر، فانت في مقاومه، في جنود بيضيعوا وجنود بيتقتلوا. فهو كان من انصار الجلاء عن مصر. الجلاء يعني الخروج عن مصر. عاوز يمشي من مصر ليه؟ بسبب تناقص عدد الجنود. اهو عدد الجنود بيقل. ليه؟ لان في مقاومه جوه مصر ومقاومه وثورات بتحصل، فطبيعي عدد الجنود هيقل بسبب المعارك دي. طيب وايه تاني؟ قال لك والله ان الدوله العثمانيه ارسلت حمله فين؟ الى دمياط وحمله الى العريش. يعني انا نابليون مشى خلاص، وكليبر مسك. لا لا ان عدد الجنود بيقل، لا ان الدوله العثمانيه بعتت حمله على دمياط وحمله على العريش، وايه تاني؟ وعودة المماليك للمقاومة كمان. يعني المماليك بدأوا يقاوموا وبدأوا يقتلوا في الجند فيقللوا عدد الجند، والدولة العثمانية أرسلت حملتين، واحدة دمياط وواحدة العريش. فهو لا، إيه ده كله يا جدعان؟ جيش جاي لي ومقاومة ظهرت مرة واحدة والجنود بيقل، لا لازم امشي، فانا لازم امشي. تمام. وكمان في تجدد ثورات. قلنا الثورات بتتجدد. طيب فين في الثورات؟ زي الشرقيه، مدينه الشرقيه، ووصلت الى الدلتا كمان. تمام. قال لك بس ده كلها اسباب كفيله تخليني انا امشي عن مصر، امشي واغور بقى. ايه ده كله؟ يعني رقم واحد عنده تناقص عدد الجند، عدد الجنود بيقل بعد ما كان داخل بعدد معين 50,000 جند، لا وضع ينزل ل 40 ل 30 ل 20، العدد بيقل بشكل كبير. وايه تاني؟ وارسال الدوله العثمانيه لحملتين. الدوله العثمانيه ارسلت جيشين، حملتين، واحد لدمياط وواحد للعريش. وعودة المماليك للمقاومة. المماليك بدأوا يقاوموا تاني ويواجهوا الفرنسيين تاني ويقتلوا ويخش في معارك متفرقة وحاجات كده تاني. وتجدد الثورات، بدأت ان المصريين يقوموا بثورات مرة أخرى ويثوروا على الحكم الفرنسي وعلى الحملة الفرنسية. زي الثورة اللي طلعت في الشرقية وامتدت إلى إلى الدلتا، وامتدت إلى وسط الدلتا. فقال لك بس أنا أمشي، وعمل اتفاقية مع الدولة العثمانية سميت باسم اتفاقية العريش. اتفاقية العريش ده عملها مع الدولة العثمانية في مارس 1800. عملها في شهر مارس، شهر 3 1800 ميلاديا. الاتفاقية دي كانت بين الفرنسيين بقيادة كليبر وبين العثمانيين اللي هو بقيادة السلطان العثماني. ليه؟
ليه عاوز يمشي عن مصر؟ احنا اتكلمنا هنا قال لك بسبب ايه؟ بسبب ادراك ايه خطر ايه بقاء الحمله في مصر تاني. يبقى بسبب كل الايه الاسباب دي. يبقى الاسباب دي كلها هي كانت من اسباب ايه، او هي دي كانت الدواعم لخروج الحمله الفرنسيه من مصر. يبقى بسبب ادراك كليبر استحاله بقاء الحمله، خلاص الحمله مستحيل تبقى في مصر او اكتر من كده. كل دي مشاكل وافضل في مصر ابقى غبي، انا اطلع على طول على بلدي وارجع تاني في مشاكل هناك نخلصها ونسويها. فنعمل اتفاقيه جلاء، اطلع من اراضيكم يا جدعان. تمام. اتعملت بين مين؟ الفرنسيين والعثمانيين مارس 1800. طيب شروط كليبر ايه عشان يطلع؟ قال لك والله بص احنا معاش فلوس. يعني ايه عايز فلوس؟ يعني لا، هتطلعوني على نفقه الدوله العثمانيه. الجيش كله هيخرج على نفقة الدولة العثمانية. ما هوش فلوس فعلا، لأن هو أصلا مصر محاصرة من الساحل، فما بيخشوش لا فلوس ولا مؤن ولا ذخيرة ولا أي حاجة. تمام. ده كمان إنه فرض ضرائب على مصر نابليون، وبدأ يفتش البيوت عشان ياخد فلوس عشان يقدر ياكل ويشتري حاجات. فهو ايه؟ خروج الحملة على نفقة الدولة العثمانية عشان معهمش فلوس أصلا. يبقى شروط كليبر عشان يطلع ايه؟ خروج الحملة على نفقة ايه؟ الدولة العثمانية. طيب الدولة العثمانية أكيد طبعا هتوافق. مصر يا سلام، كليبر عاوز يطلع. الحملة فشلت. ليه فشلت؟ عشان بريطانيا وقف لهم كده زي اللومة في الصور. بريطانيا يبقى فشلت اتفاقية العريش. ليه؟ بسبب رفض الحكومة البريطانية. الحكومة البريطانية رفضت ده. قالت لك لا، هيطلعوا أسرى حرب. يطلعوا ايه؟ يطلعوا أسرى حرب بلا أي حاجة كده. يطلعوا كأنهم متاخدين من حرب أسرى. بس فطبعا ايه كليبر رفض الكلام ده. انا مش طالع اسير حرب يا بالحاج، ده انا عاوز اجلو عن بلدكم، ده انا عاوز اطلع من البلد، ده انا عاوز اطلع من البلد. تقول لي اطلع اسير حرب ليه؟ انا مش طالع من البلد. وبعد ما كان سمح للعثمانيين انهم يدخلوا مصر، راح ايه؟ راح هزمهم ورجعهم للشام. وفروا العثمانيين الى الشام. يبقى نتيجه اتفاقيه العريش، والله الاتفاقيه انتهت بايه؟ بالفشل. الاتفاقيه فشلت بسبب ايه؟ بسبب رفض الحكومه البريطانيه الاتفاقيه، لان هم ارادوا ان تخرج الحمله كاسرى حرب. وده اللي رفضه كليبر، ان هو يخرج كاسير حرب. لا انا ما اطلعش كده. وبعد ما كان سامح للعثمانيين ان هم يتقدموا في مصر ويخشوا القاهره، لا راح طلعهم بره. وفر العثمانيين مين؟ الى الشام. بعد ما هزمهم وفروا الى الشام. تمام. وده كده كان الجزء ده. فاضل جزء صغير في الدرس، يلا بينا بقى نكمل. نيجي بقى للجزء الاخير معانا في الدرس النهارده، اخر جزئيه بسيطه كده خفيفه. نتكلم عن ثوره القاهره الثانيه. اتكلمنا عن ثوره القاهره الاولى، صح، من مركزها كان الازهر، صح. نتكلم بقى عن ايه؟ ثوره القاهره الثانيه في مارس 1000 وكام؟ 1800. يبقى شهر 3000 وكام؟ 1800. طب مركزها فين؟ ثورة القاهرة الثانية دي مركزها حي بولاق. حي بولاق. وقامت الثورة بزعامة عمر مكرم. عمر مكرم زعيم الأشراف. زعيم إيه؟ الأشراف. طب واحدة واحدة بس. ثورة القاهرة الثانية في مارس 1800. تمام. طلعت من حي بولاق. حي بولاق اشتدت فيه الثوره، طلعت منه واشتدت فيه، عشان كده سموها باسم ايه؟ ثوره ايه؟ القاهره. طلعت من حي بولاق. يبقى حي بولاق ده الحي اللي اشتدت فيه الثوره، فمركزها كان في حي ايه؟ حي بولاق. الثوره كانت بزعامه مين؟ عمر مكرم. طب ايه زعيم الاشراف دي؟ زعيم الاشراف في مصر كان في تنظيم اسمه الاشراف. دول الناس اللي بينتموا الى نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. تمام. فكل من هو ينتمي الى نسب الرسول كان بينضم لنقابه الاشراف، او ايه؟ يبقى من ضمن نقابه الاشراف، اللي هو ايه؟ نسبه بيصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان زعيم الاشراف في مصر عمر مكرم. تمام. وده هو اللي قاد الثوره ضد مين؟ ضد الفرنسيين، ثوره القاهره الثانيه. بس تمكنت القوات الفرنسية من السيطرة على الثورة. يعني القوات الفرنسية أخمدت الثورة وسيطرت عليها. بس كده لا، ودمرت حي بولاق. حي بولاق راحت دمرته بالكامل. تمام. يسكت كليبر؟ لا، كليبر يقوم فرض عليهم الضرائب الباهظه تاني ويصادر الاموال. يبقى كده ثوره القاهره الثانيه مارس 1800 مركزها المكان اللي اشتدت فيه الثوره كان حي بولاق. تمام. كان مين القائد؟ عمر مكرم، وده نقيب الاشراف، وعرفنا يعني ايه اشراف. تمام. طب ايه نتائج الثوره؟ والله
تمكنت القوات الفرنسيه من هزيمه المقاومه دي او من اخماد الثوره دي. بس كده لا، ودمروا حي بولاق، الحي كله اتدمر. واشتد كليبر بقى في انه يفرض ضرائب باهظه تاني بقى على الشعب وصادر الاموال، كل اللي معاه فلوس يمختها منه ويفرض عليهم ضرائب كبيره كمان. تمام. بعد فتره الاوضاع هدأت في مصر، مفيش مقاومه والدنيا هاديه. راح واحد اسمه سليمان الحلبي، طالب كان بيدرس في الازهر الشريف موجود في مصر، راح متسلل الى كليبر، بيت كليبر بالليل كده، وراح قتله. يبقى مقتل كليبر بعد ان هدأت الاوضاع بدأت تهدى شويه في مصر. حصل ايه؟ قتل كليبر على يد مين؟ سليمان الحلبي. يبقى قتل على يد مين؟ سليمان الحلبي، وده طالب في الازهر في شهر كام؟ يونيو 1800. يبقى كليبر توفي او كليبر قتل امتى؟ في يونيو 1800 على يد مين؟ سليمان الحلبي. وده مين هو سليمان الحلبي؟ ده طالب في الازهر. يبقى لما تعرف عن سليمان الحلبي ايه دوره؟ سليمان الحلبي قام بقتل كليبر وهو طالب في الازهر في يونيو 1800. وكده كليبر انتهى معانا، ويجي دور واحد تاني وقائد تاني معانا، وهو مينو. خلاص كليبر مات، فمسك مين؟ مينو مسك الحمله من بعده. ومينو كان عكس كليبر كان عاوز ايه؟ ياخد الحمله بتاعته ويطلع بره مصر. مينو لا، عاوز يقعد في مصر، عاوز يعمل مستعمره كبيره في مصر، ما يكتفيش بمصر، يخش هنا ليبيا، يخش هنا الشام، ينزل تحت السودان. كان عاوز يعمل مستعمره كبيره في الشرق مركزها مصر، على عكس كليبر. يبقى تولى ايه؟ تولى مينو القياده. يبقى مينو تولى القياده خلفا لمين؟ خلفا لكليبر اللي قتل. تمام. وكان ينوي الإقامة في مصر وتحويلها إلى مستعمرة فرنسية كبرى. هو عاوز يحول مصر لمستعمرة كبيرة، مستعمرة كبيرة. تمام. عشان كده عمل شوية خطط إصلاحية في مصر. الخطط دي شملت جوانب كتير. من حيث الزراعة حط خطط من حيث الزراعة تفيده، والكلام ده تفيد الزراعة وتطور الزراعة، عشان عاوز يعملها مستعمرة، عشان ياخد كل الكلام ده، ياخد الزبدة دي يديها لفرنسا في الآخر. تمام. يبقى ايه؟ طور في شويه مجالات زي ايه؟ زي الزراعه وزي ايه تاني؟ وزي الصناعه وزي ايه؟ وزي التجاره. يبقى من حيث الزراعه تم تطوير الامور الزراعيه بشكل كبير، ومن حيث الصناعه نفس الكلام، ومن حيث التجاره، ومن حيث الصحه. ومن حيث الصحة يبقى قام بوضع إصلاحات جديدة في أمور زي إيه؟ ومجالات زي إيه؟ زي الزراعة، الصناعة، التجارة، الصحة. ليه؟ علشان هو ينوي الإقامة في مصر وتحويلها إلى مستعمرة فرنسية كبرى، فلذلك قام بإصلاحات كبيرة في هذه المجالات. تمام. بعد فترة بقى نتكلم بقى إن إيه؟ ان فرنسا وبريطانيا تحالفوا وعاوزين يطلعوا ان بريطانيا والعثمانيين تحالفوا وعايزين يطلعوا الفرنسيين. فنتكلم بقى خلاص بقى الفرنسيين بيطلعوا، والمره دي بجد بقى، عن جلاء الحمله الفرنسيه. بقول لك والله ان ارسلت بريطانيا ارسلت اسطولا بحريا او اسطولا حربيا الى ابي قير 1801. ليه ارسلوا الاسطول ده؟ لاخراج الحمله الفرنسيه، عشان يطلع الحمله الفرنسيه من مصر وانضم لهم الجيش العثماني. يبقى بريطانيا بعتت ايه؟ اسطول حربي. الجيش العثماني بعت ايه؟ بعت جيش عثماني، وانضموا وتحالفوا لمواجهه مين؟ لمواجهه الفرنسيين والحمله الفرنسيه. فقامت الحمله بالاستسلام ومغادرة البلاد. يبقى كده ايه؟ جلاء الحملة الفرنسية عن مصر جلت في عام كام؟ 1801. يبقى الحملة الفرنسية جت 1798 وتم الجلاء 1801. طيب خرجت ازاي؟ ايه اللي خلاها تطلع متمسكة قوي بمصر ومينو بالذات؟ قال لك والله ان بريطانيا ارسلت اسطول حربي قوي، والدولة العثمانية ارسلت ايه؟ والدولة العثمانية ارسلت جيش، فتحالفوا مع بعض، فلم تقدر عليه فرنسا فاستسلمت وخرجت من البلاد. طب نتائج الحملة الفرنسية كلها على مصر. هنا خلاص الفرنسيين دخلوا وطلعوا خلاص. ايه اللي حصل نتيجة للحكم الفرنسي في مصر؟
يعني فرنسيين عملوا ايه في مصر؟ غيروا ايه في مصر؟ ايه اللي ضافوا الحكم الفرنسي في مصر؟ قال لك والله احنا فاكرين في البدايه ان نابليون اصطحب معاه ايه؟ مجموعه من العلماء في مختلف العلوم والفنون لدراسه مصر من جميع النواحي وكيفيه استغلال مواردها. صح صح. طب الحمله دي والعلماء دول عملوا ايه؟ قال لك والله رقم واحد دراسه شق قناه، عاوزين يشقوا قناه تربط بين البحرين الاحمر والمتوسط، البحر المتوسط في الشمال والبحر الاحمر هنا، عاوزين نعمل قناه هنا بتربطهم ببعض. يبقى من نتائج الحمله ان هم درسوا بالفعل ان هم ما يعملوش ليه قناه هنا تربط بين البحرين الاحمر بالمتوسط، ليه ما نعملش كده؟ لازم نعمل كده، مهم وهيفيدنا. يبقى ايه؟ دراسه شق قناه درسوها وقالوا احنا ايه؟ طب ما نعمل كده يا جماعه. بس طبعا ما ايه عملوش كده عشان هم طلعوا بدري. تمام. تاني حاجه انشاء المجمع العلمي المصري. انشأوا ايه؟ المجمع العلمي المصري. والمجمع العلمي المصري ده عملوه في مصر ونقلوا فيه معظم العلوم والفنون والاداب والحاجات اللي هم جمعوها كلها حطوها فيه. ثالث حاجه تاليف كتاب وصف مصر، والكتاب ده بيوصف مصر ومتكون من اجزاء كبيره جدا وبيتكلم عن مصر بكل التفاصيل وبكل النواحي. تمام. احنا اتكلمنا ان هم عاوزين ايه؟ يدرسوا مصر من جميع النواحي. صح، هم درسوا مصر من جميع النواحي وكمان ايه؟ الفوا ايه؟ النتيجه لده ان هم الفوا كتاب وصف مصر بيوصف مصر من جميع النواحي، وانشأوا مجمع علمي مصري فيه كثير من العلوم اللي جمعها الفرنسيين وانا درسوا ايه؟ امكانيه انشاء قناه تربط بين البحرين الاحمر والمتوسط. واكتشفوا حاجه مهمه جدا وهي حجر رشيد. حجر رشيد ده واللي مكننا من التعرف على التاريخ المصري القديم. التاريخ المصري القديم ليه؟ لان هو كان بيحمل رموز هيروغليفيه مهمه عرفتنا على التاريخ. اللي فكلنا الرموز دي واحد اسمه شامبليون. شامبليون. يبقى اللي فك رموز حجر رشيد مين؟ شامبليون. يبقى حجر رشيد باللي اكتشفه الفرنسيين، من اللي فك شفرته شامبليون. يبقى من نتائج الحمله هنتكلم رقم واحد على الجزئيه الاولى ان هو اصطحب معاه نابليون مين؟ علماء. طب العلماء دول كانوا في مختلف الفنون والعلوم علشان يدرسوا مصر من جميع النواحي وبعدين نستغلها ونعرف ازاي نستخدمها افضل استغلال. طيب عملت الحمله دي عملت ان هي امكانيه دراسه ايه؟ او درست امكانيه شق قناه تربط بين البحرين المتوسط والاحمر. رقم اثنين انشأوا المجمع العلمي المصري. رقم ثلاثه انشأوا كتاب او الفوا كتاب اسمه وصف مصر. رقم اربعه اكتشفوا حجر رشيد وده اللي فهمنا وعرفنا وامكننا من دراسه التاريخ المصري القديم. بس اللي فك شفرته شامبليون. طب في نتائج تانية نتائج تانية مش مرتبطة بالحملة بتاعت مين؟ نابليون. ايه هي؟ نمو الروح القومية لدى المصريين. المصريين بدأ يبقى عندهم ايه؟ نمو الروح القومية. يعني ايه نمو الروح القومية؟ يعني هم دلوقتي بيقول لك انا خلاص انا الفرنسيين طلعوا من عندي، انا قدرت ان انا اطلع الفرنسيين فانا ما اصبرش على محتل. عدى ايه؟ نمو الروح القوميه لدى المصريين وان انا ما اصبرش على محتل وان انا احكم نفسي بنفسي، احكم نفسي بنفسي. بنمو الروح القوميه لدى المصريين اللي هو خلاص بقى انا ما اخليش حد محتل يخش بلدي تاني، انا ما اخليش محتل يحكمني، انا احكم نفسي بنفسي، انا ليا الحق في اختيار من يحكمني. تمام. انا اللي اختار مين يحكمني، مش يجيني محتل ويحكمني غصب عني، لا. تمام. وتوجهت انظار الدول الاوروبيه نحو مصر. الدول الاوروبيه بدات تبص على مصر بقى. موقعها متميز، مناخها متميز، مواردها كتيره وفرنسا لسه طالعه منها. الدول الاوروبيه بدات تبص وتلقي بانظارها وتوجه انظارها على مصر زي بريطانيا وخاصه مين؟ بريطانيا. تمام. ثالث حاجه نابليون عمل حاجه مهمه جدا في الحكم والاداره. قال لك من النتائج المهمه جدا انه عمل على تنظيم امور الحكم والاداره. امور الحكم والاداره. قال لك عمل ايه؟ والله قال لك انه انشا الديوان العام. خد بالك، الديوان العام ودواوين الاقاليم وديوان القاهره. ولازم تفرق بين الثلاث دواوين. ديوان عام ده بيشمل مصر كلها، بنتكلم فيه عن الوالي، عن العلماء، عن المشايخ، عن كبار التجار اللي هم يعتبر يعني ايه؟ السلطة في مصر. ليه؟ بيحصل فيهم بقى ايه؟ شوية كلام كده
تمام. بنتكلم عن ايه؟ عن النائب الفرنسي اللي هو الحاكم الفرنسي في مصر، بيكون موجود في الديوان العام مع شويه تجار مهمه ومشهوره في مصر، نفس الكلام مع مشايخ، نفس الكلام مع التجار. تمام. بيجتمعوا في مصر، بيجتمعوا في مجلس اسمه الديوان العام، يتناقشوا في الامور الخاصه بمصر. وبعدين الاخبار دي والامور دي بتروح لفرنسا، يتم الموافقه عليها او الرفض. يبقى الديوان العام ده ديوان عام بنتكلم فيه مين؟ عن الحاكم اللي موجود الفرنسي باسم فرنسا. بيكون هو بيجتمع في مجلس او في ديوان مع مين؟ مع كبار التجار والمشايخ والعلماء اللي موجودين في مصر، يتناقشوا في الامور. بس كده بس. طب دواوين الاقاليم ده خاصه بكل اقليم، كل اقليم بيكون في ديوان حاكم الاقليم والناس بتاعته بيتناقشوا في امور الاقليم بتاعهم، مش علاقه بمصر عموما. ده يعني ديوان خاص بالاقليم، حاكم الاقليم مع الناس بتوعه بيتناقشوا في امور الاقليم بس. طيب ديوان القاهره ده خاص بمدينه القاهره العاصمه. تمام. يبقى ده خاص بمدينه القاهره. طيب نابليون عمل ده ليه؟ عشان يدرب الاعيان، هم الناس اللي ايه المرموقه في مصر والعلماء والتجار، عشان يدربهم على حاجه اسمها مجلس الشورى، ان هم دايما يتناقشوا في الامور الخاصه بمصر والامور المهمه، ان هم يتناقشوا فيها وياخدوا الاراء ويسمعوا ويتناقشوا في الموضوع ده، بحيث ان هم يفضلوا يطلعوا بافضل قرار، يطلعوا بايه؟ بافضل قرار. تمام. يبقى نابليون درب الاعيان والعلماء والتجار والمشايخ على مجالس ودواوين، زي ايه؟ زي مجلس الايه او الديوان العام، ديوان القاهره، دواوين الاقاليم. عمل الدواوين دي او المجالس دي عشان يدربهم على مجلس الشورى، وان هم دايما يتشاوروا في امورهم فيما ايه يفيد ويصب لمصلحه الانسان المصري. طيب اثار تانية بقى اقتصاديه لها علاقه بالفلوس، واثار اجتماعيه. اثار اقتصاديه هنتكلم في الزراعه، في الصناعه، في التجاره. واجتماعيه هنتكلم على الصحه. اثار اقتصاديه نتكلم عن الفلوس. ليه؟ لان الزراعه عندي تنوعت فيها المحاصيل، فلما تتنوع عندي المحاصيل هتزيد عندي التجاره، هيزيد عندي الفلوس والدخل القومي. واهتموا بالري. يبقى نابليون اهتم بالري، يبقى في عهده اهتم بالري وتنوعت المحاصيل. يبقى بالنسبه للزراعه ازدهرت ولا لا الزراعه؟ ازدهرت الزراعه وتنوعت المحاصيل. يعني ما اكتفوش بان الزراعه ازدهرت تطورت، لا، نوعنا المحاصيل، جبنا انواع جديده ودخلناها. وايه تاني؟ واهتمينا بالري. ففي الصناعه قال لك والله ان هو انشا المصانع الجديده. هو ما اكتفاش بالمصانع اللي موجوده في مصر وقال لك ننتج، لا، هو بنى مصانع جديده، بنى مصانع جديده. واهتم ببعض الصناعات زي الصناعات الدقيقه والدباغه وحروف الطباعه. وحروف ايه؟ وحروف الطباعه. هو اهتم جدا بالدباغه وحروف الطباعه علشان ايه؟ علشان ياخد جلود الحيوانات والكلام ده عشان يصنع منها لبس والكلام من ده. تمام. يبقى هنا بنتكلم عن انه انشا مصانع واهتم بالصناعات الدقيقه، الصناعات الدقيقه والمهمه، والدباغه، دباغه الجلود والكلام ده، وحروف الطباعه اللي هو برضه ايه؟ لها علاقه بجلود الحيوانات، بيستخدم جلود الحيوانات عشان يصنع منها الملابس. تمام. طب من حيث التجاره قال لك عمل ايه؟ قال لك فتح اسواق لمصر. يعني ايه فتح اسواق لمصر؟ يعني المكان اللي هنتكلم فيه ده مصر ما كانش فيها اسواق فيها تبعه، مصر ما كانش ليها اسواق في المكان ده تبع مصر بتتاجر فيها، لا، هو اللي فتح لها الايه؟ الباب، هو اللي دخلها في المكان ده وقال لها خش يا مصر تجري فيها. يعني زي ايه؟ قال لك بلاد ايه؟ بلاد البحر الاحمر، البلاد المطله على البحر الاحمر. لو افترضنا ده بحر احمر، فالبلاد المطله هنا على البحر الاحمر في ايه؟ في شرق قاره افريقيا. مصر ما كانش لها ايه؟ مصر ما كانش لها اسواق هناك، هو اللي فتح لها اسواق هناك. وفين تاني؟ والسودان في جنوب مصر. المنطقه دي مصر ما كانش لها اسواق، نابليون اللي فتح لها اسواق هناك. ودارفور ده في السودان، والحبشه اللي هو بنتكلم على اثيوبيا، وشمال افريقيا. يبقى المناطق دي نابليون والحمله الفرنسيه والفرنسيين اللي موجودين في مصر هم اللي فتحوا ايه؟ فيها اسواق جديده لمصر. زي ايه المناطق دي؟ بلاد البحر الاحمر، الحبشه، السودان، دارفور، شمال افريقيا. المناطق دي نابليون فتح فيها اسواق جديده لمصر تتاجر فيها، هات وخد، استيراد وتصدير يعني. تمام. ده بالنسبه للتجاره. طب بالنسبه للصحه العامه، وهنا هنتكلم عن الحياه الاجتماعيه والاثار الاجتماعيه، لان الاثار الاقتصاديه اتكلمنا عن الزراعه، الصناعه والتجاره. لما نروح بقى للصحه العامه ده بنتكلم عن الحياه الاجتماعيه والاثار الاجتماعيه. قال لك والله انه ايه؟ انشا العديد من المحاجر الصحيه
محجر صحي زي المستوصف كده وهكذا. تمام. فين؟ في القاهره والعديد من المدن، في القاهره والعديد من المدن. يبقى بالنسبه للصحه العامه فهو انشا العديد من المحاجر. من ايه؟ من المحاجر الصحيه. فين؟ في القاهره والعديد من المدن، في القاهره وايه؟ والعديد من المدن. دي كده كانت النتائج الخاصه بالحمله الفرنسيه. اتكلمنا ان احنا عندنا ايه؟ حصل نمو للروح القوميه لدى المصريين، وتوجهت انظار الدول الاوروبيه الى مصر، وان نابليون عمل شويه امور كده نظمت الحكم والاداره زي الدواوين يعني. تمام. اتكلمنا عن اثار اقتصاديه من حيث الزراعه والصناعه والتجاره، واثار اجتماعيه من حيث الصحه العامه. واتكلمنا عن النواتج المهمه المرتبطه بالحمله بتاعت نابليون والعلماء اللي جابهم، وحصل اكتشاف لبعض الحاجات زي ايه؟ حجر رشيد، والتعرف على التاريخ المصري القديم، وانشأوا المجمع العلمي المصري. وايه تاني؟ والفوا كتاب وصف مصر. وايه؟ ودرسوا امكانيه شق قناه تربط بين البحرين المتوسط والاحمر. تمام. وده كده هو نهايه درس الحمله الفرنسيه على مصر 1798 ميلاديا. في سؤال بقى معانا، سؤال له علاقه بالدرس بقى، نقيس بيه مدى الفهم، فهمت ولا لا؟ ايه هو السؤال؟ بقول لك والله ما العلاقه، يعني ايه اللي بيربط؟ ايه العلاقه اللي بتربط الحاجتين دول؟ ايه هما الحاجتين دول؟ معركه ابي قير البحريه واتفاقيه العريش. ما العلاقه بين معركه ابي قير الايه؟ البحريه واتفاقيه العريش؟ ايه اللي بيربط الحاجتين دول ببعض؟ ايه وجه الايه؟ يعني ايه وجه المقاربه او الايه او ايه العلاقه؟ تمام. فيهم حاجه اكيد اثرت على حاجه، فايه اتكلم وجاوب على السؤال ده في الكومنتات. ما تنساش تجاوب على السؤال ده في الكومنتات، وان شاء الله ايه هقيمه ليك. تمام. لو في اي حاجه مش مفهومه في الدرس، اي جزئيه مش واضحه، يا ريت تسيب لي ده في الكومنتات، وان شاء الله يعني اوضحها الحصه اللي جايه او افهمها لك في حلقه جايه، او حتى ممكن في الكومنتات. تمام. بس ما تنساش بقى ايه، وصلت لاخر الفيديو ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه، وتشير الفيديو مع اصحابك بقى ايه، زي ما انت استفدت هم كمان يستفادوا. تمام. برضو بتشجعنا ان احنا ان شاء الله نكمل في نزول باقي الحلقات وباقي الدروس. ما تنساش اللايك، الاشتراك، ومشاركه الفيديو مع اصحابك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.